هو انا ازاي بستخدم شات جي بي تي النسخه المدفوعه مجانا؟ ايوه من غير ما ادفع اي حاجه. كل اللي عليك هتفتح التطبيق وتدوس على العلامه اللي جنب اسمه، وبعد كده تخصيص شات جي بي تي، وهتكتب في المربع ده نفس الكلام اللي انا كاتبه بالظبط. هسيبه لك في الكومنتات او خده سكرين شوت. مش انا بس اللي شفت الفيديو ده، صح؟ كتير قوي اليومين دول بقى يظهر لي ناس بتقول لك اكتب الجمله دي او البرومبت ده في الخصوصيه او في الاعدادات بتاعه شات جي بي تي واطلب منه يعمل كذا، وهيتحول معاك لشات جي بي تي 4 المدفوع. طب يا جماعه فين العقل؟ بص، لازم تبقى عارف ان النسخه المجانيه ليها حدود تقنيه ثابته، يعني ببساطه انت مش مشترك فانت بتستخدم شات جي بي تي 3.5، وده زي ما تقول كده موتور مختلف عن شات جي بي تي 4، ومفيش جمله سحريه او خدعه هتغير كده، لان دي امكانيات محجوزه على السيرفر من الاساس. يعني ما ينفعش تحط ستيكر بي ام دبليو على كبوت عربيه فيرنا وتستناها تجري بيك 250. خلي بالك من المعلومات الكتير اللي بتتشاف على السوشيال ميديا، مش كله صح. اسال ودور واعرف من مصادر موثوقه، ولو لقيت حاجه شكلها سحريه زياده عن اللزوم يبقى احتمال كبير انها اشتغالك. لو الفيديو ده فادك دوس لايك وسيبه لحد تاني كان هيقع في الفخ، وقول لي في الكومنتات انت شفت الفيديو ده كام مره من النوع ده.